يا صباح الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم قصه فنان كلنا بنعشق تمثيله، رياض الأصابجي، الشاويش عطيه، اللي مثل وطلع عين اسماعيل ياسين في جميع افلامه. تعالوا معايا نتعرف على قصه الفنان الكبير رياض الأصابجي. اتولد رياض الأصابجي في 13 سبتمبر 1903 بصعيد مصر، وعشان التقاليد والعادات راح والده واخدهم ونزل بيهم على مصر عشان يمحي عندهم حتة التقاليد والعادات الغريبة بتاعت الصعيد. وما نزل على مصر دور على شغلانة واشتغل كمساري بالسكة الحديد، ومن عشقه للفن انضم لفرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، وكان نجم الفرقة المسرحية بالسكة الحديد. من بعدها انضم لفرق كتير جدا زي فرقة الهواة وفرقة أحمد الشامي وفرقة علي الكسار وفرقة جورج ودولة أبيض وكمان فرقة إسماعيل ياسين. وبعد ما لمع نجمه استقال من مهنته ككمساري وتفرغ تماما للنجومية. أما عن حياة رياض الأصابجي الشخصية فهو اتجوز مرتين وأنجب ولدين، محمود رياض الأصابجي وشهرته فايق من زوجته الأولى، وولد تاني من زوجته التانية هو فتحي رياض الأصابجي. وبتصريحات من ابنه فتحي قال إن هو أبوه اتجوز 9 مرات، 4 مرات رسمي و5 عرفي. أما أعمال الفنان الكبير رياض الأصابجي كانت كتيرة، حوالي 155 عمل فني ناجح زي سلفني 3 جنيه، ألف ليلة وليلة، علي بابا والأربعين حرامي، جوهرة، عنتر وعبلة، أبو حلموس، البوسطجي، اليتيمتين، بلبل أفندي، الأستاذة فاطمة. أما عمل حاجات كتير بقى مع إسماعيل ياسين، إسماعيل ياسين في البوليس، إسماعيل ياسين في الأسطول، والآنسة حنفي، وإسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات، وابن حميدو، وإسماعيل ياسين في البوليس الحربي، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. عمل حاجات كتيرة وجميلة جدا مع إسماعيل ياسين. وفي وسط العمل وزحمته أصيب رياض الأصابجي بتصلب في الشرايين، أفقد نص جسمه الحركة، وكان بيمثل آخر أفلامه أبو أحمد. ومن هنا حزن جدا رياض الأصابجي حزن شديد، لأن المورد المالي الوحيد له فقده، وده أحزنه حزن شديد جدا، وما عادش بيقف قدام الكاميرا. وأما سمع المخرج حسين الإمام الكلام ده قرر إنه هو يسند له دور في فيلم الخطاي اللي كان بينتجه عبد الحليم حافظ. وفرح جدا رياض الأصابجي وتحمل على نفسه علشان يقف تاني قدام الأضواء، وأول ما أضاءت وقع الأصابجي من طوله، وبعدها ما دخلش أي استوديو تاني. وفي يوم وهو بيسمع الست أم كلثوم في سهرة من سهراته الحلوة مع أسرته فجأة اتوفاه الله. وعشان تكمل مأساة أسرته معرفوش إن هما يلموا مصاريف الجنازة، وفضل جسده في الفراش لحد ما جمعوا مصاريف الجنازة، وشيعت جنازته يوم السبت 23 إبريل 1963. رحم الله شاويش السينما المصرية رياض الأصابجي. من فضلك لو وصلت لنهاية الفيديو اوعوا تنسوني بلايك واشتراك بالقناة. بشكركم جدا على حسن متابعتكم.